بيكونوا مربوطين بإس، واللي يقدر ياخد الفلوس ياخدها، واول واحد ما بيقدرش انه ياخد اي حاجه، والاخ التاني بيجري جامد وبيقدر انه ياخد رزمه، والتالت بيعمل خطه ذكيه وبيقلع الحزام وبيجري بسرعه وبيحط الحزام في الترابيزه وبيشدها، وهو اكتر واحد بيقدر ياخد من الفلوس. والراجل المقنع ده بيقول لهم ان في واحد منكم بس هو اللي هياخد ورث ابوكم، ولسه في جوله كمان. وبعد ما بيمشوا بيطلع ان ابوهم لسه عايش، بس عايز يدي الفلوس للشخص اللي يحافظ عليها ويقدرها. وبالليل في بنت فقيره بتخبط عليهم عشان عايزه اي مساعده، والاخ الوساني بياخد منها العلبه وبيدف عليها وبيقول لها دي المساعده بتاعتي، وبيجي اخوهم الكبير وبيزعلهم على اللي عملوه وبيتاسف للبنت. وفي الاختبار بقى الاخير واللي هيحدد مين اللي هيكسب الفلوس بتكون متعلقه على الحبل، والراجل المقنع بيكون حاطط حاجات ممكن تساعدهم عشان ياخدوا الفلوس، وكل حاجه عليها سعرها. والابن الصغير بيشيل نبله عشان يقطع بيها الحبل، بس الخطه بتفشل. والاخ الوساني بيقرر انه يشتري ساطور، واخوه الكبير بيقول له بس ده مش هيعمل حاجه عشان الحبل طويل، وبيقول انا ممكن اساعدك ونقسم الفلوس بالنص بدل ما واحد بس هو اللي ياخد الفلوس والباقي يزعل. واخوه بيقول له ماشي، وبيقول له اشتري السلم ده وفك الحبل، وفعلا بيعمل كده. ولما بيطلع اخوه التاني بيروح يطلع وراه عشان يساعده، بس بيغدر بيه وبيضربه ببطنه وبيوقعه، وبيقدر انه ينزل الورقه اللي هو الكسبان بالفلوس، وبيكون فرحان قوي وبيقول للمقنع انا عايز الفلوس. بس بيطلع لهم بقى ابوهم اللي عامل نفسه ميت، وبيتصدموا لما بيشوفوا انه لسه عايش، وبياخدهم على البيت وبيعرفهم انه كان بيعمل كده عشان يدي الفلوس للشخص اللي يستحقها، وبيقول لهم اللي يستحق الفلوس دي اخوكم الكبير عشان هو احسن واحد فيكم. والاخوات بيتفرقوا عن بعض بسبب الفلوس، حب الفلوس بزياده قادر انه يفرقك عن اهلك وحبايبك. والغريب ان الولد الكبير بعد ما اخد الفلوس طلعها لله وفتح عربيه اكل في الشارع.